يا اخي الواحد يبقى ليه عندك مصلحه يا اخي، يقومك من اعزها نومه ويرن صبح ويرن ليل عقبال ما ترد عليه. ايوه يا عم قضيت لي المصلحه قضيتها لك، خلاص يا باشا ما بيرنش عليك تاني هو ولا يسال عليك ولا يعرف. يا راجل ده بيبقى لازق زي الغير يا اخي، اول ما مصلحته تخلص يا اخي يفك على طول. ايه يا عم انت ما كنتش بتكلمني يا اخي بغير المصلحه بس يا اخي. يا اخي ده يا راجل، يا راجل جاب طقم جديد يا راجل، راح بيه الشغل اتمنظر على اصحابه يا اخي، شفت الوطيان بتاعه قسط يا اخي. والواحد والله العظيم ما عايز يتكلم، وعيب يا اخي عيب يعني تتمنظر على اصحابك يا اخي وزمايلك يا اخي. الوطي ده ما تعرفوش غير لما تاكل معاه، يبقى بتعزمه السنه كلها ويجي يعزمك هو في يوم، فاهمني؟ وتلاقيه اخويا بص 12 في الدنيا كلها ان هو عزمك. طب يا ابني ما انا بعزمك يا ابني ما بتكلمش يا ابني، انت الوطيان يا ابني في دمك يا ابني. الوطي ده عمره ما يشيل سرك خلي بالك، يعني مهما تحكي معاه والكلام ده كله تلاقيه نشر الدنيا كلها اللي انت حكيتها له، راح قال لاصحابك وقال للناس كلها على السر اللي انت حكيته معاه. ما هو واطي يا ابني، يعني هيشيل سرك ازاي هو؟ طيب راجل اجيب له شغلانه في المكان اللي انا شغال فيه واقول يسترزق واكل عيش والكلام ده كله، يروح يطيرني انا من مكاني ويقعد هو يا اخي، ويقعد يمسك اخويا في ودان المدير ويقعد يحكي له ويقول له مش عارف حسين جه متاخر وسميه مشيت بدري ومش عارف مين كسر ايه ومين عمل ايه، ويقعد يحكي للمدير ويقذف الناس. الواطي شفت الواطي ايه؟ دايما تلاقيهم متجمعين الجماعه الواطيين دول مع بعضيهم كده، دايما يا اخوات تلاقيهم قاعدين كده وعاملين فرشه كده بيطلعوا اساسيات كده وقواعد للوطيان بتاعهم. يا راجل يبقى واحد قاعد معاهم ويقوم يقعد يحكوا عليه ويقولوا عليه كلام يا اخي، مواطنين كلهم طبعا اخوان متجمعين هيعملوا ايه طب غير كده يعني. خلصت الكلام عشان انا طولت عليك، اوعى في يوم من الايام تعاشر واحد واطي، عشان عمر دين الواطي ما هيتعادل.